سحر وشعوذة هما السبب في خسارة تونس بعد خسارة المنتخب التونسي من مدغشقر 0-1 بخطأ من الحارس، وطبعا بعد غضب الجماهير. كالعادة حوارات التلفاز ما توقفت، وهذه المرة موضوع النقاش حارس المرمى أمان الله مميش، والتركيز لم يكن على الانتقادات اللي تعرض لها ولا موضوع أخطاء حراس المرمى ككل، بل الموضوع سحر. أي سحر، وهذا حسب العربي سناقريه مبيش راهو مسحور اللي حكى عن اللاعبين بيسحروا الزملاء، وقال في مدربين يعرفهم. فما مدربين تعرف شكون قاعد يسحر. العربي سناقريه قال انه التقى عائله امان الله قبل شهرين وقال لهم ديروا بالكم على ابنكم، واهم شيء ما تترك ملابسك داخل الحجره، لانه بحسب كلامه عمليه السحر تتم برش الماء عليهم. الحوار تلقى برشا تعليقات، ناس تتساءل هل الكلام هذا صحيح او لا، وناس تشوف انه خطا عادي ويتكرر، خصوصا انه المنتخب التونسي ما كان بحالته وما سدد غير 5 مرات داخل المرمى، والفارق الكبير في المستوى بين الفريقين، وتونس سبق وفازت على غامبيا في ارضها 2-1. هل ظنوا أن الشعوذة دخلت على خط التحليل الكروي؟